جربت الصيام المتقطع لمدة أسبوعين وده اللي حصل. كنت دايما بقول على نفسي أنا مش بتاعة أنظمة. يعني إيه أصوم واستنى بالساعات قبل ما أكل؟ بس لما صحتي بدأت مش مستقرة ونومي بقى يتلخبط ودايما تعبانة، قلت أجرب. مش عشان أخس، بس عشان أشوف هل فعلا ممكن حاجة بسيطة زي تنظيم وقت الأكل تفرق. اللي حصل كان أغرب من توقعي. الصيام المتقطع كان بالنسبة لي ترند، كل الناس بتتكلم عنه، بس في ناس بتقول بيخسس وناس بتقول بيتعبهم. فضلت فترة أقرأ، أتفرج على فيديوهات، أفهم هو نظام غذائي ولا أسلوب حياة. لقيت إنه ببساطة هو إنك بتدي لجسمك وقت يرتاح من الهضم وتركز أكلك في ساعات معينة. قلت خلاص هجرب 16/8، أصوم 16 ساعة وآكل في 8 ساعات بس. مشيت على ده لمدة أسبوعين وحطيت شرط لنفسي، مش هتسرع في الحكم. نظام 16/8 يعني تبدأ صيام من 8 مساء وتبدأ تاكل تاني يوم 12 الظهر. الأسبوع الأول كان الصدمة والتحدي. أول يوم كان مؤلم، جوعي بدأ من 9 الصبح وكنت قاعدة أبص في الساعة كل شوية. السناكس بتناديني وريحتها في كل مكان، لكن كنت بقول لنفسي ده طبيعي، المخ متعود على الأكل وقت ما يحب. أنا بحاول أغير عادة عمرها سنين. بدأت أشرب مية أكتر، مشروبات زي النعناع والقرفة والقهوة السادة، أي حاجة من غير سعرات. بس لسه كنت بحس بفراغ، مش بس في بطني، في وقتي لقيت نفسي فاضية من غير الأكل. فبدأت ألاحظ، هو أنا باكل إمتى؟ وليه؟ جوع حقيقي ولا ملل؟ ودي كانت أول مرة في حياتي أسأل نفسي السؤال ده. الأسبوع التاني ده كان التغيير الحقيقي. بعد اليوم الخامس حاجة غريبة حصلت. صحيت من النوم من غير ما افتح التلاجة، كان عندي طاقة مش عارفة جاية منين. كنت مركزة أكتر، جسمي خفيف وحتى بشرتي شكلها أصفى. جربت أمشي كل يوم نص ساعة وكنت بفطر دايما على بروتين وخضار. كنت بختار وجبة تغذيني مش بس تملى بطني. والمفاجأة، خسيت 1.5 كيلو من غير ما أحس إني في دايت. بس الأهم إني حسيت إن عندي سيطرة، إرادة. جسمي مش بيتحكم فيا، أنا اللي بقيت أتحكم فيه. لو انتي بتفكري تجربي الصيام المتقطع، في شوية حاجات لازم تبقي عارفاهم. ابدأي بالتدريج، مش لازم من أول يوم تصومي 16 ساعة، ممكن تبدأي ب12 ساعة وتزودي بالتدريج. اختاري أكل ذكي، الصيام مش معناه إنك تاكلي أي حاجة في وقت الأكل. اسمعي جسمك، لو حسيتي بتعب أو دوخة لازم توقفي وتراجعي الطبيب. نامي كويس لأن النوم هو السر في نجاح الصيام بجد. مفيش نظام يناسب الكل، جربي ولو لقيتيه مناسبك كملي، ولو لأ مفيش مشكلة. الصيام المتقطع بالنسبة لي مش بس أداة للتخسيس، ده بوابة لفهم علاقتي بالأكل، بجسمي وبنظام حياتي. وصدقيني، التغيير مش بيبدأ من طبق الأكل، بيبدأ من القرار إنك تحبي نفسك كفاية علشان تهتمي بيها. جربتي الصيام قبل كده؟ اكتبيلي في الكومنتات تجربتك، ولو لسه بتفكري قوليلي ايه اللي منعك. وما تنسيش لايك وسبسكرايب علشان نكمل الرحلة سوا.